يعتبر ملتقى جقرخوين الثقافي من الملتقيات الرائدة في منطقة آليان، قام بدور ثقافي مهم. نلتقي اليوم ضمن منتدى هيف الثقافي مع مجموعة من أعضائه المؤسسين لنقف على واقع هذا الملتقى وأثره في تعميم الحالة الثقافية الكردية. ضيوفنا لهذا اليوم الأستاذ عدنان رمضان والأستاذ محمد شريف بن ختي والأستاذ ولاد شيرو والأستاذ الإعلامي عماد يوسف. أهلا وسهلا بكم. بداية يحدثنا الأستاذ عدنان رمضان عن بدايات ملتقى جقرخوين الثقافي. في بداية عام 2007 بسبب الظروف السياسية التي كانت تعيش فيها المنطقة، وخاصة لاحظنا بوجود فراغ من الناحية الثقافية والأدب والتاريخ الكردي في منطقتنا، حيث كان التوجه سياسيا على مستوى النشاط في المنطقة. فقد ارتأينا نحن مجموعة من المثقفين والمهتمين بالأدب والثقافة والشعر الكردي إلى ملء هذا الفراغ في منطقة آليان وتربسبي لتنشيط الحركة الثقافية، وذلك بتشكيل منتدى ثقافي مستقل هدفه تنشيط الحركة الثقافية، وكذلك إحياء كافة المناسبات الوطنية والقومية وإحياء ذكرى شعراء الكرد. وقد قررنا بعد عدة مشاورات استمرت لعدة أيام إلى عقد اجتماع في بداية شهر تشرين الأول في قرية ديرنا قلنقا. فقد حضر الاجتماع مجموعة من المثقفين وهم محمد شريف برهك، عدنان رمضان، فيصل نقيب، محمد خليل كالو، محمد سعيد إبراهيم، حزني سلو، دلقش مرعي، لازقين ديروني، لوند حسين، بهجة محمد، عادل ديلاني. وبالفعل في الاجتماع تم الموافقة على تأسيس المنتدى، واعتبر الاجتماع اجتماع تأسيسي وطرح فيها عدة أسماء. فقد تمت الموافقة بالإجماع على اسم منتدى جقرخوين الثقافي، يعني تسمية هذا الملتقى باسم منتدى جقرخوين الثقافي. وقمنا بتقسيم العمل المنتدى حسب المناطق الجغرافية إلى 3 مناطق: منطقة تربسبي، منطقة جراح، منطقة آليان. وبالفعل قررنا البدء بإلقاء المحاضرات، وتم إقامة محاضرات بمعدل محاضرة في كل شهر. وقد لاحظنا بأن هذا المنتدى قد غيرت مفاهيم عديدة في منطقتنا، خاصة منطقة آليان، وحدث تشجيع من ناحية الحركة الثقافية بشكل كبير. وقد استمرينا في هذا العمل لمدة 2 وكان لها دور إيجابي، ولكن بسبب تهرب بعض الأعضاء من الحضور والاستفراد بنشر بعض المواضيع باسم المنتدى دون علم إدارتها، سببت في تقليص دورها وضعفها، وتوقف عن العمل لعدة شهور. ولكن بسبب جهود وإصرار بعض الأعضاء قاموا بمعالجة الخلل وإصلاحها والاستمرار فيها، وما زال المنتدى قائما على حتى هذه اللحظة. وكذلك عن هذه البدايات يضيف الأستاذ عماد يوسف. أعتقد أن بناء منتدى أو إنشاء منتدى ثقافي كردي في الظروف عام 2007 بعد انتفاضة قامشلو والضغط الكبير الذي كان يمارسه النظام على النشطاء الكرد، على السياسيين، على المثقفين، كان شيء كبير جدا أن يقام منتدى ثقافي بجهود نخبة من المثقفين الكرد في المنطقة، خاصة أنهم من أهل الريف. ونحن نعرف أنه الريف دائما يكون نسبة العمل والنشاط الثقافي فيه قليل، إلا أن هؤلاء الشباب أو هؤلاء المثقفين الكتاب والشعراء قاموا بمجهود كبير في تأسيس منتدى يكون له دور وتأثير فاعل حتى في الأيام التي سبقت بناء المجلس الوطني الكردي قبل الثورة. وأسر الأستاذ ولاد شيرو التحدث عن البدايات من زاوية أخرى. في الحقيقة
كان تشكيل هذا المنتدى له أثر كبير في تنشيط الحركة الثقافية في هذه المناطق التي ذكرها الأساتذة من ريف تربسبي ومنطقة جراح ومناطق آليان وقراها. البداية في تشكيل هذا المنتدى كان نتيجة لضعف النشاط الذي كان يمارسه أو يزاوله الحركة الكردية في هذه المناطق التي قد نسميها المناطق النائية. في تلك الظروف كان كثير من هؤلاء المثقفين يذهبون إلى المدن الكبيرة مثل مدينة القامشلي وديريك وقركيلقي لحضور المنتديات كانت موجودة في تلك المدن. فبعد مشاورات وجهود كبيرة من هؤلاء المثقفين قاموا بتأسيس هذا المنتدى في هذه المناطق والقرى البعيدة. طبعا كان هدف المنتدى هو اتفق فيها أنه هذه المنتدى ليست بديلا عن الأحزاب الحركة الكردية، وإنما داعما لها في مجال تنشيط الثقافة الكردية من تراث وتاريخ وغيره. أما كان أيضا له هدف أنه كتير كان في هدف بعيد أنه الأعضاء المنتسبين إلى هذا المنتدى قد يلعبوا دورا كبيرا في مستقبل الحركة الكردية في سوريا روجافا. وكان ذلك بالفعل عندما لعبت المنتدى عدا دورها الثقافي والتبشيري دورا كبيرا في توحيد صف الحركة الكردية. ومن الناشطين في أعمال الملتقى الشاعر محمد شريف بن ختي، لنستمع إليه في قصيدة جميلة. دومانا بيداوي أملكلا قرم دفورن لهمبر هفقل لكي زورن بيش بري دجمنان شكورن أفسانا ما قل لك جميجا جبو آزادي ما قل لك خوين ريجا بس خوبكن وكرو جيجا جين لما بوريد ناف دردو خما ام نگهشتن تسوزو مرما بهتر دكفن ناف دردو خما دومانا بيداوي هنجي دومينا دومانك براستي لهرما ما دومينا برنگ كيمياساري هيدي مد مرينا بيد آجوا ديروك مد فتسينا بنارين تيريجي روجي جهاف بفجينن تشتن وشرتي جهاف ببينن ما في خود خلقنا في دولتي راقهينن خاك بخوينه و هاتيا وسترهان پر ما کردا دايق قلان گوه خوفكن هاي كومل ما في مروان بانكن ملياكتا تاب بخنبرا دا مرزگار بکن تتریک و اعرابان تا ببهشت جین مدبن خدان چما مروف ناجی وکی انسان لهن بهتر دکن جهوان ما خدان گوتیه ببرن سری انسان فیزا برو قرچینا نالینا بریندارا بهمینا وهنجي يكيتينينا. أستاذ عدنان، لعب هذا الملتقى دورا مهما في نشر الثقافة الكردية في منطقة آليان، ما هي أهم نشاطاتها التي قامت بها؟ بالفعل لعب هذا الملتقى دورا رائدا ومهما في نشر الثقافة والأدب الكردي، حيث انضم إليها أغلب المثقفين والمهتمين بالثقافة في المنطقة، وأصبح لها جمهور كبير، وقد لاحظنا ذلك من خلال حضورهم المتميز
إلى ندواتها التي كانت تقام. وقد اتفق على إقامة المحاضرات والندوات في كل شهر في قرية من قرى المنطقة، أي نقدر نقول إنها كان منتدى متنقل لتسهيل وتقديم إنتاجها إلى أكبر عدد ممكن من الشباب. ومن الفعاليات أو من أهم الفعاليات التي قام بها المنتدى محاضرات تاريخية، ندوات ثقافية، إحياء مناسبات وطنية وقومية، إحياء ذكرى شعراء مثل أمثال جقرقين وعثمان صبري، أمسيات شعرية حيث كان يأتي إليها عدد من الشعراء ويتم إلقاء شعرهم في هذه المنتديات. وكذلك استضافة شخصيات سياسية، وقد استضفنا بعض الشخصيات من عدة أحزاب، على سبيل المثال محمد إسماعيل ومن حزب الديمقراطي الكردي في سوريا، وفواز محمود من حزب آزادي. وكذلك تم استضافة شخصيات أدبية كالشاعر دلدار آشتي وخالص مسور، وكذلك بعض الشخصيات المهتمة بالتاريخ كبافي دلبخين. هم فعاليات الملتقى كان بهذا الشكل. أستاذ ولاد شيرو، أنت ماذا تضيف في هذا الاتجاه؟ بالإضافة إلى دور المنتدى الثقافي، كان إلى دور سياسي أيضا، حيث قام المنتدى وخاصة بعد قيام الثورة السورية في شهر نيسان من عام 2011 بدور مهم في توحيد صفوف الحركة الكردية، وذلك عند دعوتها قيادات الحركة الكردية إلى اجتماع في قرية عربشان، حيث حضر ذلك اللقاء عدد من قيادات الحركة الكردية، حيث شكل ذلك اللقاء نواة أو بذرة تكوين المجلسين الكرديين، ولا نقول مجلس واحد، حيث فيها اتفق ممثلي التنسيقيات الكردية وأحزاب الحركة الكردية، وبما فيهم الشخصيات الثقافية التي حضرت ذلك الاجتماع بتوحيد صفوف الحركة الكردية. وبعد ذلك لعب المنتدى تابع دوره التوحيدي بخلال عدة أشهر. كمثال على جهودها في توحيد الحركة الكردية، أنها قامت في منطقة شلآغاء آليان بإقامة اجتماع موسع لأناس مستقلين حوالي 70 شخصية وطنية للضغط على الحركة الكردية لتوحيد صفوفها. وكان لها لذلك الاجتماع دور مهم فيما بعد في تكوين المجلس الوطني الكردي. وأيضا اجتمعت أعضاء المنتدى في مدينة القامشلي، حيث فيها في ذلك الاجتماع الذي تم في مدينة القامشلي أيضا باستدعاء قيادات الحركة الكردية من جميع الأحزاب، وفيها تم طرح مشروع توحيدي للحركة. وبعد أن اختلفت الأحزاب الكردية فيما بينها وكل ذهب إلى تكوين مجلس لوحده، طبعا هذا الشيء ما كان من أهداف من ما كان يتطلبه أو يطلبه أعضاء المنتدى، كان بدهم توحيد الحركة الكردية بشكل عام، ولكن لم يتم ذلك بسبب لأسباب عديدة. وفيما بعد طلب من المنتدى أن يبعثوا بمندوب لهم إلى المجلس الوطني الكردي بعد أن شكلوا مجلسين الحركة الكردية،
وكان لهم مندوب في المؤتمر الوطني الكردي الذي انعقد في 26 على ما أعتقد 10/2011. كان لهم مندوب فيها، وفي ذلك المؤتمر طرح عضو المندوب المنتدى اطروحات جيدة للمؤتمر، ولكن لأسباب عدة لم يلقى الصدى أو لم يلقى استجابة جيدة في المؤتمر. وفيما بعد كان لهم دور في تكوين المجالس المحلية في تربسبي وغركيلاغي وشلآغا، حيث كان من أهم ما قاموا به أعضاء المنتدى طرح فكرة إقامة مجالس القرى في جميع قرى روجآفا، وقد تم لهم ذلك في اجتماع رؤساء المجالس في مدينة القامشلي. نستطيع أن نقول بأن المنتدى قد قامت بهذا الشيء الهام في توحيد أو نستطيع أن نقول إنها تكوين مجالس في القرى الكردية في كافة مدن وقرى روجآفا هي أحدى منجزات هذا المنتدى البسيط كما كان يردده أحد أعضائها دائما. ولكن ألم تخشوا أن يضيع دور المنتدى الثقافي في دهاليز السياسة؟ فعلا بعد انخراط أعضاء المنتدى في المجالس المحلية قلص دورها الثقافي، وقد جاءت هذه الملاحظة في حينها من العديد من أعضاء بأننا تهنا في دوامة السياسة، وتقلص دورها فعلا. ولكن في الأيام القادمة سوف نحيي مرة أخرى هذا المنتدى بجهود أعضائها الباقي. ونسأل الإعلامي عماد يوسف كيف غطى الإعلام هذه النشاطات المتنوعة؟ في الحقيقة نشاطات المنتدى منذ عام 2007 لم تلقى التغطية المناسبة لعدم وجود إعلام كردي في ذلك الوقت. يبقى في أرشيف المنتدى بعض اللقطات، بعض مقاطع الفيديو من أنشطتها، من احتفالاتها، من الأنشطة التي قامت بها أعضاء الحركة أو أعضاء المنتدى عفوا. بس منذ عام 2011 بدأ المنتدى، يعني عندما دخلنا أو أنا كعلامي دخلت في المنتدى بدأنا بإنشاء صفحة لها، بدأنا بنشرها إعلاميا، بدأت أدعو الإعلاميين لتغطية إعلامي القنوات بتغطية نشاطات المنتدى، صار لها قيمة صدى أكثر لدى الإعلام الكردي. أول يعني كل هالأمور اللي راحت منذ عام 2007 كل الأنشطة التي قام بها ذهبت وضاعت لعدم وجود إعلام في ذلك الوقت. وفي الختام نشكر الأساتذة على رحابة صدرهم، ونرجو أن يعود هذا المنتدى إلى سابق عهده. مستمعينا الكرام، كان معكم في منتدى هيفي الثقافي مجموعة من مؤسسي ملتقى جقرخوين الثقافي. شكرا لاستماعكم.